هي شوكس. اخطر حاجه في البيزنس مهما كان حجمه مش انك ما تعرفش تبيع، الخطر الحقيقي هو انك ما تعرفش السبب ورا انعدام البيع ده. اي بيزنس اونر او صاحب بيزنس لما بتقابله حاله ركود في البيع بيبدا يتخبط، ياخد قرارات عشوائيه، يلعب في سيستم التسعير، يعمل عروض وتخفيضات ويزود صرف عشوائي في الاعلانات، وكمان يغير في نوع المحتوى بتاعه بشكل غير مدروس. وفي النهايه للاسف الارقام ما بتتحسنش، بل احيانا بتبقى من سيء لاسوء. وده لان التسويق مش مبني على قرارات عشوائيه، التسويق مبني على علم ودراسه وتطبيق، فهم للسوق، فهم للمنتج او الخدمه اللي بتبيعهم، فهم للجمهور وسلوك العميل اللي بيشتري منك، وده كمان بينطبق على الديجيتال ماركتنج. وانا النهارده مش جاي اقول لك انا هقدم لك ايه في الماستر، ولا هتدرس كام ساعه، ولا حتى هقول لك الاوتلاين. انا جاي اقول لك انك هتفهم وهتتعلم وهتطبق الحاجه اللي هتساعدك تاخد قرار تسويقي، وايه كمان الحلول اللي ممكن تخدم بيها على البيزنس بتاعك. هتشوف بعينك وهتحقق بنفسك نتائج انت عشت سنين كتير قوي تسمع عنها بس. ومش بس كده، عشان وجودك في كرييتيف اكاديمي بيضمن لك وجود منتور حقيقي بيمشي معاك الرحله من الاول للاخر، ماركتنج كونسلتنت بيمشي معاك كل خطواتك اللي تخدم البيزنس بتاعك. وده مش بس اثناء دراستك للماستر، ده كمان بعد ما تخلص الماستر. ابعت لنا دلوقتي عشان تعرف تفاصيل اكتر وتلحق تحجز معانا الراوند الجاي.